خليك عارف انك كراجل وجودك مهم جدا في تربية اولادك. فليه كتير من الرجالة بينسحبوا من تربية اولادهم وبيرموا موضوع التربية ده على الام؟ فانت كأب ليه بتشيل ايدك من التربية وابنك في مرحلة معينة بيكون احوج ليك من امه؟ فدور الام بلا شك بيكون اكبر في السنين الاولى، سنين السهر بالليل والرعاية والمشاعر. لكن مرحلة المراهقة وخصوصا مرحلة التمرد ابنك ما بيكونش عايز يسمع لحد وبيكون محتاج لوجود الأب أكتر، لأن وجود الأب في عقل الابن يعني حدود. لكن للأسف كتير من الرجالة متخليين عن الدور ده وبيظنوا إن دور الراجل لغاية المصاريف وانتهى، لكن الحقيقة لأ، وإن ابنك هيفضل محتاجك جنبه وخصوصا في فترة المراهقة دي. فابنك في مرحلة المراهقة دي الدور الأكبر بيكون على الراجل أكتر من الأم بمراحل، لأن المراهق بيكون محتاج يشوف أبوه قدامه في المرحلة دي كتير. فوجود الأب قدام ابنه في المرحلة دي لوحده كفيل إنه يوفر له كتير من احتياجات المرحلة دي ويجاوبه على كتير من الأسئلة اللي في دماغه. ووجود الأب اللي بتكلم عليه مش حضوره. فكم من أب عايش مع أولاده لكنه غايب، وكم من أب غايب لكنه حاضر. في سن معين ابنك بيكون عنده أسئلة ممكن ما تخطرش في بالك ومستحيل تعرفها إلا لو كنت قريب منه، ولو الدنيا كلها جاوبته عنها هيفضل برضه مستني إجابتك. فخليك جنب ابنك وقريب منه، فالتربية حضور. وانت كأب اعرف ان مفيش حاجة في الدنيا تعوض غيابك، وان كل لحظة هتضيع وانت بعيد عن ابنك مش هترجع تاني. في كتاب امريكي اسمه فاذر هانجر بيتكلم عن حاجة اسمها جوع الاب، وهي ان ابنك مهما تشبع من اكل ولبس وفلوس فهيفضل جعان لوجود ابوه وحضوره. عشان كده كان ابن القيم بيقول الولد بيحتاج لابوه اشد من احتياجه للاكل والشرب. فالتربية مش بس على الام، ابنك كمان محتاجك جنبه. فانت الوحيد اللي تقدر تدي ابنك الشعور بالقيمة بكلمة واحدة منك. والخلاصة ان الام حضن والاب ظهر، والبيت من غير ظهر بيبقى مهزوز مهما كان مليان خيرات وفلوس. فانت لو متضايق من عدم الكلام بينك وبين ابنك وحاسس ان بقى في مسافة ما بينكم، فلازم تقرر قرار واضح، والقرار اهم من النية. قرر وخصص لنفسك ربع ساعة يوميا تتكلم فيها مع ابنك. اتكلم معاه وامشي معاه واسمعه وطمنه منك، وقول لابنك انا هنا عشانك ومش بسمعك عشان احكم عليك. وافتكر ان ابنك في وقت ما وهو صغير ما كانش عايز يسمع اي حاجة من اي حد الا منك، لكن دلوقتي متقبل يسمع اي حاجة من اي حد الا منك.